تخيل كده معايا خناقات بتزيد، حرايق عربيات، شكاوى من سلوكيات غريبة. في نفس الوقت بنسمع عن 10 مليار دولار بتتصرف كل سنة. بتتصرف في ايه وايه اللي بيحصل؟ بص بقى يا صاحبي، القصة دي بدأت من السوشيال ميديا. فيديوهات انتشرت بسرعة البرق، شباب بيظهروا بسلاح أبيض قدام حديقة الميريلاند، خناقات في أكتوبر ومناطق تانية، وبعدها حريق كبير في جراج في الشرقية اتحرق فيه أكتر من 10 عربيات. السبب لاجئين. الناس اتعصبت جدا، وبدأت الجملة اللي كنا سمعناها الدنيا اتغيرت. ومع الأحداث دي بدأت شكاوى تتكرر من ناس في مناطق مختلفة، زيادة الخناقات والمشاكل اليومية، إحساس إن في سلوكيات مش مألوفة بقت بتظهر أكتر بين الناس، خوف على الأمن في الشارع المصري. بس في نفس الوقت مفيش دايما دليل واضح يربط كل واقعة بجنسية معينة. في روايات كتير بقى دلوقتي بتتقال، قبل ما تقول الحقيقة تطلع، بعدها الإعلام دخل على الخط، والإعلامي يوسف الحسيني كتب كلام مشابه وبعدها مسحه. في نفس الوقت تقارير من صحيح مصر قالت إن في حملة إلكترونية تدفع هاشتاجات زي ترحيل اللاجئين مطلب شعبي. وسط كل ده طلع تصريح رسمي مهم. متحدث مجلس الوزراء قال إن تكلفة استضافة اللاجئين حوالي 10 مليار دولار سنويا. ده رقم مرعب، خلى ناس كتير تقول إحنا أولى. لكن في المقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد إن الموجودين ضيوف ومش عايزين نظرة سلبية ليهم. يعني الدولة بتحاول توازن الأمور بين الإنسانية وبين ضغط الشارع. مش يا جماعة هم عندهم حرب وإحنا برضو الدنيا. بص بقى، الصورة الكبيرة فيها كذا حاجة: خناقات أكتر في بعض المناطق، شكاوى وسلوكيات مخالفة، إحساس بعدم الأمان عند ناس، ودي لازم تتاخد بجدية. خلط وتعميم، أي حادثة بتحصل بتتلزق فورا في فتنة كاملة، وده بيكبر الغضب أكتر. الاقتصاد هو الجذر، غلاء، زحمة، قلة فرص، أي زيادة في العدد بتضغط على الوضع. المواطن بقى هنا حاسس بمنافسة أكتر على السكن والشغل وضغط الخدمات. شوف في تغيير شكل الشارع، وده إحساس حقيقي جدا ومحتاج يتسمع ويتحلل. أهم نقطة بقى، بص ركز معايا، أخطر حاجة مش الخناقات ولا الفيديوهات، أخطر حاجة هي إن الغضب يتحول لتعميم وعداء بين الناس. ساعتها أي مشكلة لو صغيرة بتكبر، وأي إشاعة بتتحول لحقيقة. خلاصة بقى يا صاحبي، إحنا قدام 3 خطوط ماشية مع بعض: أحداث على الأرض، خناقات ومشاكل وحوادث، ضغط اقتصادي خانق، سوشيال ميديا بتسرع الحكم قبل الحقيقة. الحكم مش في التعميم، الحل في تطبيق القانون على كل مخالف، تنظيم واضح لوجود الأجانب، رقابة على الأسعار والسوق، وشفافية في المعلومات. سؤال بقى، شايف إن المشكلة الأساسية فين؟ في السلوكيات اللي بتتكرر كل يوم، ولا في الضغط الاقتصادي، ولا في طريقة إدارة الملف؟ قول رأيك بس بعقل. وبرضه لازم نعرف إن دول إخواتنا مهما حصل. إحنا برضه ياما بيحصل عندنا خناقات وياما بيحصل عندنا حوادث، بس إحنا هنا نقول إحنا نحاسبهم بالقانون لأنهم على أرضنا، إنما في نفس الوقت إحنا إخوات ومش عايزين نحط أي فتنة بينا. قول لنا رأيك في التعليقات، ولو ما تعرفنيش فعل الجرس وفعل القناة. والله المستعان، وتحيا مصر.